قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طيب كيف يأمر المولى عز وجل نبيا بذبح نبي من دون ذنب؟ الجواب: الأوامر الإلهية على صنفين. الصنف الأول هي الأوامر الفعلية، يعني الأمر اللي يريد منه رب العالمين إيجاد نفس الفعل في الخارج، مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. هذا الأمر الإلهي الله تعالى يريد إيجاد نفس الصلاة بالخارج، هيئة الصلاة. وأكو أوامر أخرى مو أوامر فعلية، أوامر امتحانية، يعني الأمر الإلهي الغاية منه مو إيجاد نفس الفعل، وإنما الغاية منه إيجاد عوامل الفعل ومقدمات الفعل للوصول إلى النهاية. هاي هي. أضرب لك مثال. الآن مثلا مرة الإنسان عطشان يريد ماي ويقول للابنة روح جيب لي ماي. ليش؟ لأن هو فعلا عطشان، يعني تعلق أمره بإيجاد الماء بفعل نفس إيجاد الماء، فمن يجيب له ماء يشرب. ومرة لا، الغرض مالته ما تعلق بنفس الماء، لكن يريد يختبر الابنة، يريد يمتحنه، يشوفه مطيع لو لا. فمن يقول للابنة جيب لي مي ويروح يجيب له المي ويجي ما يشربه، يخليه على صفحة. ليش؟ لأن غرضه لم يتعلق بإحضار نفس الماء، وإنما تعلق باختبار ولده. عندنا أمرين، أمر فعلي وأمر ابتلائي امتحاني. الأمر الأول الفعلي يتعلق بإيجاد نفس الفعل، نفس الفعل سويه. أما الأمر الثاني الابتلائي لا، وإنما يتعلق بتحضير المقدمات للفعل فقط. أمر الله تعالى لإبراهيم بذبح إسماعيل هل هو أمر فعلي أو أمر امتحاني؟ طبعا واضح أن الأمر امتحاني وليس فعليا. الله أراد من إبراهيم أن يقوم بكل مقدمات الذبح، ولذلك حينما قام إبراهيم بتجهيز كل مقدمات الفعل ووضع السكين على رقبته، خلص إبراهيم أدى الواجب وقام بالأمر الإلهي على أحسن ما يكون ووصل إلى التنفيذ. جبرائيل عليه السلام قلب السكين.